السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحة وأموركم هانية؟ نهار جديد وفيديو جديد خوتي وخواتاتي كاع الناس اللي كيشاهدوني. اليوم غادي نشارك معكم واحد الفقاس حلو. فقاس حلوى البنات كيجي رائع واشكال مختلفة، وكنتمنى يعجبكم الفيديو ديال هذا النهار، حيت هاد الفقاس عجبنا البنات. نتوما كتعرفوا كنعمروا به الطبلة د العيد، ان شاء الله يا ربي، وكنزوقوا به الطبيلة. وهادشي اللي كاين اخوتي، وبقاو معايا وشاهدوا الفيديو حتى الاخر. وإلا عجبكم الفيديو ديالي بارطاجيو الفيديو مع العائله والاصدقاء، وما تنساونيش بواحد البصيمه الله يسهل عليكم. ندوزو لطريقه التحضير. المهم البنات، هنا في الاناء عندي هنايا جوج بيضات، عندنا هنا جوج بيضات البنات بالحجم يكون صغير ولا كبير، المهم جوج بيضات البنات. وعندنا البنات نص كاس ديال سنيده، ونص كاس ديال الزيت. هادو هما آه، نص نص، يعني نص كاس نص كاس اللي كنضيفو مع هاد البيض، مع هاد جوج بيضات. أنا البنات نص كاس ديال سنيدة كما كتشوفوا في الصورة. ما تديوش على الفيديو كيمشي ثقيل شوية، حيت أنا راه شادة التليفون، الأستاذة هي اللي كدير هادشي هذا. المهم كتخلط داك البيض مع السنيدة كما كتشوفوا. عطات للسيدة أخرى اللي معنا في المدرسة اللي كتحرك مزيان حتى كيدوب داك السنيدة كدوب. المهم كتستمر في التحراك مزيان. من بعد كتضيف نص كاس ديال الحليب، ومع التحريك مستمر ونص كاس ديال الزيت، يعني نص نص البنات، يعني ربع كاس ربع كاس ربع كاس. المهم يكون الكيسان غير نص ديالهم، ماشي ناقص من النص، غير نص ديالهم البنات. انا ما كنعرفش نعطي بالغرامات، غير نص كاس البنات ديال الزيت، نص كاس الحليب، نص كاس ديال سنيده، مع التحريك البنات المستمر. كديروا حتى شاشيه ديال الزهر، شاشيه ديال الزهر البنات. وكدير البنات من بعد غدير البنات الخماره، غدير غير واحد شويه ديال الخماره، غير واحد القريصه، المهم النص ديال الخماره، ما غديرش الخماره كامله. غتبقى تضيف الدقيقه البنات، وهانتوما كتشوفوا دارت غير نص خماره، ما دارتش الخماره كامله. ومع التحراك المستمر، يعني في الاول كتبقى تخدم غير بالطراب اليدوي. راه كلشي كنتعاونوا البنات، وكل وحده شنو كدير. المهم كنبغي نشارك مع خوتي كلشي، اي حاجه كنبغيو نديروها كنشاركها معكم. وصراحه الله الاستاذه ديالي، زعما الاستاذه ديالنا الله يعمرها طلعه وانسانه طيبه، يعني واخا تصور هكا، المهم غير كنصور، ما كاينش مشكل، والحمد لله. من بعد ملي كتسالي الدقيق اللي هزات لها هاد العجينه هادي، هزات البنات جوج كيسان ونص ديال الدقيق اللي هزات لها، حيت هي خصها تبقى البنات عجينه. المهم حتى الجوج كيسان ونص البنات اللي كتهز يكونوا عامرين حتى لثلاثه د الكيسان، حتى ل 300 غرام. المهم العجينه كتبقى رطبه ديال هاد الفقاس هذا، ما كتكونش البنات قاصحه. المهم العجينه كتكون رطبه صافي. من بعد ملي غتجمع العجين كله كما كتشوفوا في الصوره، غتجمع العجين كله. العجين كيكون البنات يعني رطب، ما كيكونش الخليط ثقيل. هانتوما كتشوفوا كيفاش كتجمعوا غير بالطحين هكا باش ما يلصق لها شي. غتقسم العجينه على 3. المهم غتقادهم. من بعد البنات العجينه هذه غتعمل فيها اللوز والمشماش. هانتوما كتشوفوا اللوز مقطع طريفات الزيتون هو والمشماش. ومن بعد كتدخل فيه داك مزيان ديك المشماش واللوز، كتدخلهم في ديك فقاص. يعني الطريقة ساهلة، وكيجيو صراحة الله هائلين في المظهر ديالهم ولا في المذاق ديالهم.
صافي من بعد ما دخلت هاذيك صافي غديرها في البلاستيكة، غتجيب هادي عاوتاني، هانتوما الطريقة ديالها عاوتاني كتبسط العجينة مزيان وكطلقها هاكا بالدلاك فوق بلاستيكة اللي كتفرشها الأولى وكدير وحدة من الفوق، ومن بعد كدير هاديك لاصوص كراميل. حنا صوبناه غير في المدرسة، من بعد كتجيب داك الكاوكاو الخضر داك الكبير وكتستفو على هاد الشكل هذا، هانتوما كتشوفوا الطريقة ديالو كتستف هادي مع هادي، ومن بعد البنات كترولي غير واحد شوية، هانتوما شوفوا الطريقة يعني غترولي غير واحد رولة وحدة وغتقطع بالسكين وغادي تفكها البنات، هانتوما غير عبر هاد الشي هذا وصافي غتحاول تفكها بالموس. صافي من بعد هانتوما كتشوفوا كتروليها على هاد الشكل هذا وكتعملها في اللاطة اللي غتدخل المجمد. صافي كتعاود وحدة أخرى نفس الطريقة، يعني هاد الفقاس كيجي البنات رائع صراحة الله، الله يعطيها الصحة. ومن بعد ندوزو لوحدة أخرى، هادي البنات فيها كاكاو، فيها المعلقة صغيرة ولا معلقة صغيرة البنات ديال الكاكاو، واحد شوية ديال الزيت، وكتخلط مزيان كما كتشوفوا كتخلط كاكاو، كتدخل ديك العجينة فيها داك اللوز وكاكاو. المهم سالينا لهاد الشكالات هادو، راه البنات في الاخر الأستاذة كتعطينا كل وحدة شنو كدير. من بعد داك العجينة اللي دخلت فيها كاكاو واللوز كديرها في الوسط ديال وحدة اللي بيضة، هانتوما كتشوفوا الطريقة ساهلة. من بعد كتبقى تفك العجين كما كتشوفوا، صافي كدور هكا كتطلقها بصبعها هكا بيديها وصافي وغتقسمها على جوج وغديرها في البلاطو اللي غادي ندخلوه للمجمد. صافي كتبقى تما ديك وحده ستيتوا حتى هي كديرها. من بعد هانتوما البنات من بعد ما كملات لهم غتغطيهم واحد البلاستيكه من الفوق وغندخلوهم للمجمد حتى يجمدوا. ومن بعد البنات ما جمدوا كتجبدهم كتقطعهم هادوك ديال الكاوكاو، هانتوما كتشوفوا داك الكاوكاو كيجي في الوسط ديالهم، هانتوما شفتوا كيفاش كتبان ديك الحبه ديال الكاوكاو في الوسط، كيجي الصراحه الله البنات رائع وكيجي في المظهر ديالو كيجي زوين. وكتحطوها هيدا في الطبيصلات هيدا كيجي غزال هكا كتزينوا به المائدة ديالكم وصافي. وكدوز كدير جوج مع بعضياتهم وكتقطعهم كما كتشوفوا الطريقة سهلة ومبسطة. من بعد غادي ندخلوهم الفران باش نحمروهم، هانتوما كتبقاو كاملين على هاد الشكل هذا اللي فيها كاكاو في الوسط واللوز واللي فيها المخلطة مفتقة وحده داكشي ديال المشماش واللوز. وصافي دابا غادي ندخلوهم الفران ومن بعد ما طابوا الغدالات ديالي غادي نديروهم في الطبق ديال التقديم. وهانتوما الشكل ديالهم كيفاش كيجيو صراحة الله رائعين وكيجيو البنات غزالين في المظهر وكتعمروا بهم الطبيله ديالكم وكنتمنى يعجبكم الفيديو ديالي ديال هذا النهار ويعجبكم هذا الفقاس اللي حضرنا. وإلا عجبكم الفيديو ديالي ما تنساونيش بواحد البصيمه الا وصلتوا الفيديو ديالي حتى لهنا، ونقول لكم شكرا بزاف المتابعين ديالي الاوفياء، نقول لكم السلام عليكم ونتلاقاو في فيديو جديد ووصفة جديدة والعيد قرب إن شاء الله يا ربي الله يدخلوا علينا بالصحة والهنا ولا فاقدين ولا مفقودين. وهادشي اللي كاين اخوتي ونقول لكم بالسلامة عليكم وخليتكم على خير وكنحماق عليكم كاملين وكنبغيكم كاملين وخوتي وخواتاتي كاع اللي كيشاهدوني وبسلامة عليكم.